بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد اليومي المتجدد من برنامجكم تونس في رمضان. مواصلين طبعا في الاستضافات الخاصة بالتراث وبالثقافة وبتسليط الأضواء على المواقع التراثية والثقافية والأثرية والتاريخية بالتعاون مع وكالة أحياء التراث. المرة أو الاستضافة الفارطة حكينا على سبيطلة، اليوم على المدينة الجميلة المتميزة الحقيقة بعديد الميزات والخصوصيات المتنوعة الأندلسية إن صحت العبارة، وأيضا اللي أضفت عليها يعني المسارات التاريخية المتعددة طابع تونسي أصيل، وهي مدينة تستور. وحاضرة معنا سيدة رملة الحصيري المتصرف المستشار بوكالة أحياء التراث باش نحكيو على تستور يعني من خلال عديد الزوايا اللي باش نتناولوها بالطرح في حوارنا القصير هذا، واللي تمنيت أنه يكون أطول. طبعا مرحبا بك سيدة رملة. يعيشك. كي نقولوا تستور شنو نجموا نقولوا تستور؟ نقولوا عروس المدن الأندلسية. نعم. هي من ضمن أكثر من 20 منطقة وقرية أو مدينة أندلسية تأسست بداية القرن السابع عشر بعد مجيء الموريسكيين من إسبانيا الإسلامية. رحب بهم عثمان دي وتكونت أكثر من 20 مدينة وقرية أندلسية. نعم. اخترنا تستور لأنها تقريبا المدينة التي تحتوي أكثر عدد ممكن من المعالم الدينية كالمساجد والجوامع. نعم. وكذلك الحمامات وحتى المنازل القديمة ذات الطابع والطراز الأندلسي. نعم. وهي التي ما زالت تحافظ إلى حد الآن، ويعود الفضل هذا إلى المتساكنين كذلك إلى السلطات المحلية هناك. وتشتهر بمعالم قل أو ربما نادرة نظيرها، مثل المسجد ذي الساعة اللي عقاربها تدور عكسيا، والجامع الكبير. نعم. الكبير. وأيضا المسجد اللي تحتوي المأذنة متاعه أو الصومعة، النجمة السداسية هذيك اللي هي أصلا تعود لنا معناها بعد أن انتحلها الآخرون ونسبوها لأنفسهم. يعني العديد من الحقيقة ثراء كبيرة في تستور. من جملة المعالم المقهى الأندلسي. المقهى الأندلسي. نعم. أولا تستور تميزت بالطراز الأندلسي. نعم. لذلك تلك المقهى كانت موجودة منذ زمن قديم، وهذا ما ذكره عديد الباحثين في حقيقة الأمر. هي كانت تستقبل المسافرين والنزلاء بمنطقة تستور. نعم. موقعها استراتيجي جدا، هي قبالة الساحة، ساحة الجامع، وقبالة الحمام، وأين تنطلق كل الأحياء لمدينة تستور. إذن هذه المقهى بقت في فترة 3 قرون، 3 عقود تقريبا، يعني مغلقة في حقيقة. نعم. الأمر لم يتم استغلالها. نعم. إذن شرعت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع بلدية المنطقة في أن ترميم هذا المعلم التاريخي المهم، وجعل منه مركز تقديم التراث الثقافي لمدينة تستور. إذن هذه المقهى حافظنا على الطراز الأندلسي الذي بها، والترميم قام به مختصين قاموا بالحفاظ على تلك اللمسات الأندلسية والطراز عموما الأندلسي المتمثل في مثلا القرميد والآجر الأحمر. تتكون هذه المقهى من 625 متر مربع، فيها فضاء كبير قابل لاستقبال الحفلات والتظاهرات الثقافية والمناسبات. كذلك فضاء هو متكون من جزئين، فضاء مغطى قمنا بتركيز نقطة بيع. نعم. نقطة بيع للمنتوجات الثقافية، وكذلك لبعض القطع المستوحاة من التراث، ولمنتوج للحرفيين أصحاب المنطقة. يعني حاولنا مشاركة الحرفيين في معناها أخذنا منتوجاتهم وحاولنا اقتنائها وبيعها بهذا المركز. هذا المركز هو مهم جدا، اخترناه لأنه تعتبر تستور مدخل وبوابة الشمال الغربي. طبعا. إذا بعد تستور نجد عين تونغا الأثرية المشهورة، كذلك نجد تبرسق، ونجد كذلك دقة
هي من مواقع المواقع اللي موجودة على قائمة التراث العالمي. وبالمناسبة خلينا فرصة نحكيو على دقة لأنها في طريق دستور وهي بوابة. دقة هذه الموقع الأثري المعروف الذي أدمج في قائمة لائحة التراث العالمي سنة 1997، ويعتبر هذا أكثر معلم موقع محفوظ في شمال إفريقيا. وهذا دليل على تلاقح الحضارات والربط بين الفترات المتعاقبة التي مرت على تونس، وأثرت فيما أثرت معناها ما يتوفر في هذا الوطن من تراث ومن تاريخ ومن حضارة الحقيقة معناها على تعاقب الأزمان أصبحت يعني ذات خصوصية شديدة التميز. حبيت ناخذ فكرة على المقهى، يعني انطلق في النشاط. شنو هي ابرز التظاهرات اذا كان ثم برنامج العمل بالمقهى وكل ما يتعلق بما تقوم به وكالة احياء التراث في تستور بالذات؟ نعم، تم تدشين المقهى الأندلسي تحت إشراف إعادة فتحه تحت إشراف السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة حياة الكرميسي في 9 جوان 2022. نعم. وليس الأول، راهو المركز تقديم ليس الأول، عندنا زوز مراكز أخرين. مركز تقديم الموقع الأثري دقة، مرحبا بالتوانسه الكل. هذه ماده اعلاميه صراحه ثقافيه تهم التوانسه هي الكل. بادره مهمه وجديده هذه مراكز التقديم. بالضبط. هو حتى الاسم يعني جديد على اذن المتلقي. نسميوه مركز تقديم هكا. مركز تقديم. بالنسبه لتستور هو في المقهى الاندلسي اللي عمره اكثر من 3 قرون. وبالنسبه لدقة اكثر من نعم. اكثر من نعم. 300 سنه. اي اكثر من 3 قرون. وبالنسبه لدقة مركز التقديم وين موقعه بالضبط؟ موقعه في الموقع الاثري. الموقع الاثري. نعم. دقة. نعم. كذلك افتتحنا المراكز. هو أول مركز 19 مارس 2019 هو مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس. نعم. العتيقة. طبعا. يعني هذا معروف. وكنا في استضافة سابقة حكينا عليه باستفاضة. نعم. مركز تقديم مدينة تونس. وكانت ضيفتنا السيدة المنسقة للمركز. نعم. في سلسلة الاستضافات هذه. تستور أيضا تراث لا مادي. تراث لا مادي كبير. نعم. يعني مخزون من الفن إلى الموسيقى إلى المألوف إلى معناها أكيد قمنا بتظاهرات. خلينا نزيدوا نعطوا فكرة أكثر عن مركز تقديم. مركز التقديم هذا متكون من كما قلنا منتوجات ثقافية. أيوة. قامت بإنجازها وكالة هيئة التراث والتنمية الثقافية. قطاع مستوحات من التراث، وكذلك المهم في هذا الزائر لتستور يلقى لوحات موجودة هو كمعرض حائطي يقدم تاريخ تستور والمعالم لتستور، وكذلك مختلف العادات والتقاليد اللي عندها علاقة بالموروث الأندلسي. نعم. يعني الزائر لهذا المركز يتمتع حتى ما يكونش عنده معلومة كبيرة، ياخذ المعلومات الكل اللي تهم تستور، حتى المسلك يتفسروا مليح المركز نتاعنا هذا، بالإضافة إلى تلك المواد الثقافية التي نقدمها هناك، ثم ينطلق إلى المسلك نتاعو في تستور. يعني النجم يزور أكثر من 5 مساجد، أكثر من 5 جوامع، كذلك الحمام القديم، وكذلك دار حبيبة مسيكة اللي هي تعتبر من أهم المعالم نعم. التاريخية. إذن بعدما تم تدشين هذا المركز تقديم التراث الثقافي، قمنا بأول نشاط. أول نشاط قمنا به في 17 أكتوبر، وهو إحياء 17 أكتوبر 17 أكتوبر 2022. نعم. وهو إحياء لمرور 19 سنة لإمضاء اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي. إذن تحت شعار تستور تستضيف التراث الثقافي غير المادي. قمنا خلالها بعديد النشاطات امتد على أكثر من 10 أيام، وجاء التزامن مع مهرجان الرمان. قمنا خلال هذه التظاهرة بتقديم عديد المعارض، عديد العناصر اللي مسجلة على قائمة التراث العالمي واللي ما يعرفهاش التونسي واللي نحبوا يعرفوا، اللي هي أهميتها النخلة كما فخار سجنان. احتوى زاد التظاهرة هذه على حفلة للمألوف، كذلك على عديد المداخلات العلمية. نعم. المفيدة اللي من هدف نتاعها هي إماطة الغطاء على التراث عن التراث المدفون. نعم. وعن التراث. نعم. خاصة اللي عنده علاقة بالتراث الثقافي غير المادي. في الحقيقة التراث الثقافي غير المادي هو مهم، هو اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. أكيد. هي عاداتنا، هي تقاليدنا، هي كلامنا، هي اعتقاداتنا، كذلك موروثنا الغذائي والشعبي، وحتى والفني والموسيقي والفني. وركزنا
ركزنا على المداخلات العلمية التي تهتم بهذه الأمور، كذلك ركزنا على الحرفيين. عجاونا برشا حرفيين خلال التظاهرة هذه، مش من تستور فقط ولكن من جهة بيجا، كذلك من سوسة، من مدن وقرى أندلسية أخرى. نعم. يعني كان لقاء حرفي تراثي ثقافي، حتى ولا عندنا تواصل مع حرفيين اخرين اللي نجموا يزودونا برشا مواد نعم. ثقافيه. يعطيكم الصحه على العمل وعلى هالمجهود. تحياتي من خلالك لكل العاملين والاطارات في وكاله احياء التراث، وان شاء الله تتواصل هالشراكه بيناتنا يعني للاضافه ما امكن والتعريف اكثر ما يمكن بمراكز التقديم هذه المهمه. تفضل طبعا. عندنا نهار السبت 15 افريل يوم المتاحف، اذا التونسيين ينجموا يزوروا المتاحف التونسيه الكل بكامل تراب الجمهوريه في الليل، ما فيها باس نطلعوا نتمشاو شويه بعد العشاء، نمشوا نعملوا طلع على متاحفنا المفتوحه. نعم. ان شاء الله في تستور عندنا التظاهره نخلوا للمشاهدين واللي هم مهتمين يجوا يكتشفوها. بالاضافه نحب نعطي معلومه مهمه اللي هي وكاله تحقيق التراث والتنميه الثقافيه، هي اصلا اسمها التنميه الثقافيه. نعم. الاسم الثاني. نعم. هي تسعى الى رفع الوعي بأهمية تراثنا، خاطر تراثنا هو هويتنا، هو حتى كي نسافروا معروفين توانسة بالجبة بالشاشية، يعني هذاك موروثنا احنا نفتخروا به. تقدم وكالة تحقيق التراث مجانية الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثرية إلى أكثر من 23 يوم في السنة للتونسيين مجانا. نعم. بالإضافة إلى التلامذة والطلبة والصحفيين والعسكريين والمتقاعدين، تعطيهم حرية التنقل، يعني حريه الدخول. نعم. الدخول المجاني، هذا مهم. مرحبا بكم في تستور، مرحبا بكم نهار 15 افريل ليلا. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا ليلا. نعم. ما فيها باس شويه قوطه شويه حلو طبعا. والثقافه والتراث قبل كل شيء، اولا وقبل كل شيء. بالاضافه الى كونه تهدي الوكاله كل زائر. نعم. هذه المطويات اللي اخترت لكم مطويه دوغالي، هي الموقع الاثري في لائحه التراث العالمي. هذه المطويات هي مطويات ثريه جدا، فيها معلومات تهم كل شرائح ينجموا يفهموها التوانسه الكل من الصغير للكبير. مرحبا بكم، تعرفوا على تراث بلادنا. رانا تونس غنيه برشا، واللي يحب الوطن يحبه بكله. نعم، شكرا لك سيدة رملة الحصاري، المتصرف المستشار بوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. ما زلنا مواصلين في الاستضافات في خصوص مراكز التقديم وفي خصوص كل المعالم اللي تقوم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية على الإحاطة بها وعلى تثمينها وعلى أن تكون فيها برامج للنشاط الثقافي والفني والفكري.